بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض في حل باقي ليسون 5. كنا حلينا المرة اللي فاتت شوية أسئلة وهنكمل الباقي دلوقتي إن شاء الله. لو أنت ما شفتش الأسئلة اللي فاتت اللي على الدرس ده فارجع شوفها. هو الهوم ورك بتاع الدرس اللي فات على طول أو الفيديو اللي فات على طول، هتلاقي في حل الأسئلة اللي متعلم عليها بالأحمر دي. تعال نكمل ونشوف أفكار جديدة. هنا طالب منك انك تعمل فاكتورايزيشن. انت زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان انت بتجرب. يعني ما جرب، يعني مثلا انت لو خدت هنا ال2 ككومن فاكتور هيبقى 1 و12. طيب لو خدت مثلا ال6 هنا فيبقى هنا 1 و4. ايوه، تاخد ده بقى مع ده وتاخد ده مع ده. يعني تعالى نرجع نكتب السؤال تاني كده عشان الدنيا تبقى واضحه. ادي 2 x باور 2 و y باور 2 ماشي، ماينس 8 x باور 2 y بلس 24xy ماينس 6y باور 2. هاخد دول مع بعض كومن فاكتور، هاخد ال 2x باور 2 ده ديفايدد ده يتبقى ال y باور 2، ده ديفايدد ده 8 ديفايدد 2 يتبقى ال 4، واكس باور 2 هتطير مع الاكس باور 2 يبقى y. طب صح، ما ناخد الواي من الاول كومن فاكتور، ناخد 2x باور 2 y، ناخد 2x باور 2 y، ساعتها مش هيبقى في y هنا، وساعتها هتبقى دي y بس مش y باور 2. ماشي، بلس 24 و6. تعالى ناخد ال 6 ككومن فاكتور، والاكس ناخد الاكس وناخد واي يبقى 6 اكس واي. ماشي، ده ديفايدد ده 24 ديفايدد 6 يعني 4، ده ديفايدد ده يتبقى واي. هتلاقي ده هو ده، بس انت عايز تغير الاشارات دي، يعني تخلي الواي هي البوزيتيف والفور هي اللي نيجاتيف. خلاص سهله جدا، هتبقى 2 اكس باور 2 واي، واي ماينس 4، خلي البلس ده ماينس 6 اكس واي ويحول دول خليها واي ماينس 4. تقدر من هنا تاخد الواي ماينس 4 ككومن فاكتور اهو، y ماينس 4 ناخدها ككومن فاكتور، يبقى عندك براكت تاني هنا في 2x باور 2y ماينس 6xy. خليني اقول لك ان انت تقدر تكمل حل كمان، يعني ال 2xy باور 2 ماينس 6xy لو اشتغلناها لوحدها تلاقي تقدر تطلع منها كومن فاكتورز. بص ازاي، 2x باور 2y ماينس 6xy، تقدر تاخد ال 2xy كومن فاكتور، يتبقى هنا ده ديفايدد ده يتبقى الاكس، وده يتبقى ماينس 3. فتقدر تشيل الكلام ده كله وتكتب مكانه كده 2xy ملتبلاي x ماينس 3. هكتب هنا 2xy وهكتب هنا x ماينس 3. بص كده، يبقى احنا عملنا سمبليفاي اكتر واكتر، بس كده، او عملنا فاكتورايزيشن اكتر واكتر. تعالى هنا في اكس في كل حته، فمن غير ما افكر هاخد اكس ككومن فاكتور قبل ما اقرا السؤال اصلا. فيبقى هنا x باور 3 بلس 2x باور 2 ماينس 9x بلس 18. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد ان انا هشتغل على دول لوحديهم وهشتغل على دول لوحديهم. خلينا ارتب المنظر، يعني اقول x عادي x باور 3 بلس 2x باور 2، بس خليها بلس 18 ماينس 9x. ليه؟ عشان النيجاتيف بس ما تلخبطنيش. طيب ادي عندك الاكس زي ما هي، هتاخد هنا x باور 2 كومن فاكتور، يتبقى x بلس 2 بلس، هتاخد هنا 9 ككومن فاكتور، يتبقى ايه 18 ديفايد 9 2، يبقى 2 ماينس x. احنا في السؤال ده هي نيجاتيف 9 اكس باور 2 نيجاتيف 18، صح كده؟ يعني ده نيجاتيف، وحتى لو عكستهم يفضل برضو ده نيجاتيف. انا سقطت النيجاتيف بتاعت ال 18. تمام، خلينا نقول لو هو نيجاتيف هنعمل ايه. عادي هناخد نيجاتيف 9 ككومن فاكتور، يبقى نيجاتيف 18 ديفايدد نيجاتيف 9 يتبقى 2، ونيجاتيف 9 اكس ديفايدد نيجاتيف 9 يتبقى اكس بالبوزيتيف. حتى اتاكد نيجاتيف 9 باي 2 ادي نيجاتيف 18، نيجاتيف 9 باي اكس ادي نيجاتيف 9 اكس. هتلاقي ده هو ده تقدر تاخده ككومن فاكتور، يبقى عندك الاكس بره اهي، وهتاخد ده ككومن فاكتور يبقى اكس بلس 2
ويتبقى x باور 2 minus 9. الشكل عامل كده. طبعا x باور 2 minus 9 ده difference between two square، لان ال 9 ممكن تخليها 3 باور 2، فيبقى عندك هنا الاكس زي ما هي multiply x plus 2 multiply x minus 3 multiply x plus 3. ده الشكل النهائي. نخش على السؤال ده. عايزين نعمل فاكتورايزيشن. طبعا للوهله الاولى هنقول ان انت تاخد الاكسات دي مع بعض والوايات مع بعض. يعني لو جينا مثلا رتبنا الشكل هيبقى كده، هيبقى x باور 2 minus 5x plus 10y minus 4y باور 2. عشان بس لما اجي اخد الكومن فاكتور النيجاتيف ما تضايقنيش. تعال نكبر كده عشان نشوف الدنيا. هناخد من هنا وهنا x كومن فاكتور، فيبقى x minus 5 ماشي، وهناخد هنا 2y كومن فاكتور، فيبقى هنا 5 minus 2y. هل ده وده زي بعض فتاخد كومن فاكتور؟ لا، فيبقى التفكير ده غلط، مش صح. طيب انت عملت ايه؟ انت خدت الاكس باور 2 مع النيجاتيف 5 اكس والنيجاتيف وال 10 واي مع النيجاتيف 4 واي باور 2. طب ما تيجي ناخد الاكس باور 2 مع النيجاتيف 4 واي باور 2 والنيجاتيف 5 اكس مع ال 10 واي. اشمعنى؟ عشان هنا 5 و10 فاعرف اخد كومن فاكتور 2 فكده يعني. طب تعالى نرتب الشكل عشان بس اظبط الايه النيجاتيفات والكلام ده. هتبقى اكس باور 2 ماينس 4 واي باور 2 دول مع بعض بلس 10 واي ماينس 5 اكس، عشان برضو النيجاتيف ما تلخبطنيش وانا بحل. تعالى هنشتغل على دول وهنشتغل على دول. دول سهل، الكومن فاكتور هنا هو 2، فيتبقى هنا 5 واي، لا الكومن فاكتور هو ال 5، فيتبقى هنا 2 واي ماينس اكس. الناحيه الثانيه ايه الكومن؟ ما تقول لي ما فيش كومن فاكتور اكس ولا واي، هقول لك ما فيش كومن فاكتور صح، بس ده ديفرنس بين تو سكوير. انت ناسي؟ ما ده كده اكس باور 2 ماينس 2 باور 2 واي باور 2، يعني اكس باور 2 ماينس 2 واي كله باور 2، ما هو ديفرنس بين تو سكوير اهو يا عم. فيبقى ماشي معاك كده مره اكس ماينس 2 واي ومره اكس بلس 2 واي. تكتشف ان ده هو ده، او ده هو ده، بس انت عايز تغير الاشارات، عايز تخلي ده بلس وده ماينس. خلاص خلي ده بلس وخلي ده ماينس وشيل الاشاره دي خليها نيجاتيف. بقى ده هو ده، تاخده ككومن فاكتور x ماينس 2 y. حط اللي اتبقى هنا x بلس 2 y ماينس 5. وبكده انت تكون عملت الفاكتورايزيشن صح. فمش شرط ان هي تطلع معاك من اول مره، لا انا جربت في الاول x باور 2 ماينس 5 x وانا ما اعرفش، لقيتها ما اشتغلتش هجرب حاجه ثانيه. بس الفكره انك تبقى بتلقط بسرعه ان ده كده ديفرنس بين تو سكوير. طيب تعالى نخش على فكره ثانيه. المنظر ده، انت شفت المنظر ده هنا اكس باور 2 هنا اكس واي هنا واي باور 2، لازم فكره البيرفكت سكوير تيجي في دماغك. هل ده بيرفكت سكوير؟ تعال نجرب. 2 ملتبلاي روت الترم الاولاني اللي هو اكس ملتبلاي روت الترم الاولاني 6 واي، ده باي ده باي ده 2 باي 6 12 اكس واي. ده بيرفكت سكوير. خلاص يبقى روت الفيرست روت اللاست ساين الميدل باور 2. الكلام ده ماينس 4 غلط، امال ماينس ايه؟ ماينس 2 باور 2. ده كده difference between two square. هقول لك صح، يبقى كده x minus 6y minus 2 و x minus 6y plus 2. طب هتقول لي يا محمد هي الفكره دي هتيجي في دماغي ازاي؟ هقول لك بص بقى، في اغلب المسائل لو جيت تحل وما عرفتش تحل، فكر رقم واحد ان مسألتك هتبدأ بيها perfect square. فكر دايما كده ان مسألتك تبدأ perfect square وهتنتهي difference between two square. دي قاعدة مش قاعدة، بس انا بحاول اساعدك انك تفكر ازاي. فلما تعطل وتلاقي نفسك مش عارف تاخد اي كومن فاكتور، مش عارف تعمل كذا مش عارف تعمل كذا وعمال تفكر كتير ولقيت نفسك تايه، لازم يجي في دماغك اللي انا كاتبه ده، ان انت تبدا مسالتك ببيرفكت سكوير، تحاول تخليها بيرفكت سكوير وتحلها كبيرفكت سكوير. بعد كده هي هتسلمك ديفرنس بين تو سكوير. فعشان انا عارف كده ان هي ادام بدات بيرفكت سكوير فانا عارف ان هي هتخلص ديفرنس بين تو سكوير، فما قمت قايل ما قلتش بقى ان هي ماينس 4، قلت لا ماينس 2 باور 2.
عشان انا عارف ان ده هيحصل. طيب تعالى هنا حل 6x باور 2 بلس 19x بلس 15. اعرف اخلص من 6 دي بان انا اخد اي كومن فاكتور؟ لا. هل اقدر اقول فاكتورايزيشن كده حاجه باي حاجه؟ هتقولي لا، عشان جنب الاكس في رقم، ده لازم ادخل في قصه السيزرز بقى والكلام ده. طيب هل ده بيرفكت سكوير؟ هتقولي لا. طب هعمل ايه؟ خش في قصه السيزر، نجرب، ممكن ما تتحلش برضه بس احنا هنجرب. ال6 هتقولي لا، ال6 حاجات كتير، 2 باي 3، 6 باي 1، بس كده. وقلت لك دايما فكر في 2 باي 3، استبعد دايما ان نفس الرقم في 1. ال15 هتقولي 15 حاجات كتير، 3 باي 5 مثلا، او 15 باي 1. نفس الكلام هقول لك استبعد ال 15 باي 1. فهنقول ان ال 6 اكس بار 2 تعالى نجرب ان هي تبقى 2 اكس و 3 اكس. انت عايز لما تعمل ده باي ده، عايز تعمل لما تعمل ده باي الرقم ده بلس ده باي الرقم ده يطلع لك 19. طيب لو حطيت هنا 5 وحطيت هنا 3 اللي هو 3 باي 5 وزعتها كده، 2 اكس باي 5 يعني 10 اكس، 3 باي 3 يعني 9 اكس، لما تعمل لهم بلس يديك 19. يبقى دي التوزيع الصح. براكت قصاد براكت، هنا 2 اكس وهنا 3، هنا 3 اكس وهنا 5. ده بلس يعني الاثنين دول زي بعض زي اللي في النص، فيبقى ده بلس ويبقى ده بلس، وشكرا. نخش على اللي بعده 2x باور 2 بلس 13x بلس 15. نفس الكلام، فكر في اي حاجه هتلاقي نفسك مش عارف تحل، فهتقوم قايل خلاص هي ال2 عباره عن 2 باي 1، وال15 نفس الكلام، يا اما 3 باي 5 يا اما 15 باي 1. استبعد دايما 15 باي 1، فيبقى 2x ويبقى هنا x. عايز حاجه في حاجه، لما تعمل ده باي ده زائد ده باي ده يجيب لك 13. طيب لو حطيت ده هنا 3 وحطيت ده هنا 5، 2x باي 3 ادي 6x، وهنا 5x، 5x بلس 6x تقول لي 11. غلط. طب ماشي، تعالى نعكس دول. تعالى نجيب ال 3 تحت، ال 3 فوق وال 5 هي اللي تحت. 2x باي 5 يبقى 10x، وهنا 3x لما تعمل لهم بلس يجيب لك 13x. يبقى ده التفكير الصح، ان قصاد ال 2x يبقى فيه 3 وقصاد الاكس يبقى فيه 5. ده بلس يعني الاثنين دول زي بعض زي اللي في النص، يبقى هنا بلس وهنا بلس. تعالى نخش على اللي بعده 2x باور 2 ماينس x ماينس 28. فكر في اي حاجه برضو مش هتلاقي غير طريقه السيزور. ال2 هي 2 باي 1، ال28 باينه قوي ان هي تبقى 4 باي 7. عايز حاجه في يعني اجي اقول هنا احط 2x وهنا الاكس، لما اعمل ده باي ده ماينس ده باي ده يجيب لي 1. طب لو حطيت هنا 7 وحطيت هنا 4، 2x باي 4 يعني 8x، وده يجيب لك 7x، لما تعمل لهم ماينس يجيب لك x اللي هو اللي في النص، صح. فيبقى فعلا انت عرفت خلاص ان ال 2x قدامها ال 7 والاكس قدامها ال 4 ماينس، يعني الاثنين دول مختلفين، الكبير ياخد اشاره اللي في النص، يبقى ده ماينس وده بلس. تعالى نخش على اللي بعده. عشان اقدر ان انا اعمل فاكتورايزيشن للكلام ده، فلو ده ماينس هعرف اشتغلها كديفرنس بتوين تو سكوير، لكن ده بلس، فكل اللي مطلوب منك انك تحول المنظر ده لبيرفكت سكوير. اتفقنا ان لو عندك اكس بار 4 فالترم الاولاني هيبقى اكس بار 4 بلس الترم الثاني هيبقى حاجه اكس بار 2 بلس الترم الاخير بيبقى رقم. انت الاكس بار 4 موجود والرقم الاخير موجود، يتبقى لك الترم اللي في النص اللي هو هيبقى اكس بار 2. طيب ازاي بقى اقدر اعرفه؟ تعال نشوف. عشان ده يبقى بيرفكت سكوير فهيبقى عباره عن 2 ملتبلاي الفيرست ترم سكوير روت، قصدي الفيرست ترم ملتبلاي سكوير روت اللاست ترم، ده يجيب لك الترم اللي في النص. طيب ده 2 باي اكس باور 2 باي 8 يطلع معاك 16 اكس باور 2. يبقى الترم اللي في النص اللي ناقصك هو 16 اكس باور 2. فلما اجي هنا كده اقوم قايل خلاص يبقى ده عباره عن اكس باور 4 بلس 16 اكس باور 2 بلس 64 ماينس 16 اكس باور 2. ليه حطيت ماينس 16 اكس باور 2؟ عشان انت ضفته هنا، انت كده غيرت في السؤال، فادام ضفته شيله عشان ما تبقاش غيرت من قيمه السؤال. طيب لو جيت احل ده وده، ده بيرفكت سكوير اصلا، روت الفيرست روت اللاست ساين الميدل باور 2، الكلام ده ماينس 16 اكس باور 2 اللي هي 4 اكس اول اوف ذا باور 2. اتفقت معاك.
هتبدا معاك بيرفكت سكوير، فهي هتخلص ديفرنس بين تو سكوير. ف 16 اكس باور 2 هخليها هنا 4 اكس باور 2. وده السبب اللي خلاني احط النيجاتيف بره. ما انا كان ممكن اعمل كده، اخلي اللي بره ده هو البلس، واخلي ال 16 اكس باور 2 هي النيجاتيف، وساعتها هيبقى ده بيرفكت سكوير عادي جدا. لان انا البيرفكت سكوير يهمني اخر ساين بس، ان هي تبقى بلس، اللي في النص ملهاش لازمه، بلس او ماينس ملهاش لازمه. طب انا اشمعنى بقى قمت حاطط هنا بلس وخليت اللي بره ده هو اللي ماينس؟ عشان يبقى بديفرنس بين تو سكوير، ما عشان يبقى ديفرنس بين تو سكوير لازم دي تبقى ماينس. فساعتها خلاص الموضوع بقى سهل اهو، براكت هنا وبراكت هنا، x باور 2 بلس 8 minus 4x، x باور 2 بلس 8 بلس 4x. بس موضوع بسيط. طيب تعالى نخش على مثلا السؤال ده، شبه جدا السؤال الاولاني. عندي 64x باور 4 بلس y باور 4، هي نفس فكره السؤال الاولاني، بس انت هيبقى عندك في النص رقم، الترم اللي في النص هو اللي ناقصك، هيبقى رقم x باور 2 y باور 2، عشان عندك هنا y باور 4. طيب فانا بقوم قايل 2 ملتبلاي الفيرست ترم سكوير روت فيرست ترم، استنى ماشي، ملتبلاي اللاست ترم اللي هو y باور 4. هشوف ده هيطلع لي كام. هيبقى 2 ملتبلاي 8x باور 2 ملتبلاي y باور 2، 2 باي 8 16 x باور 2 y باور 2. ده الترم اللي في النص. طيب تعالى نكتبها بقى مظبوطه. 64 x باور 4 بلس y باور 4، لا بلس 16 x باور 2 y باور 2 بلس y باور 4 minus 16 x باور 2 y باور 2. ده بيرفكت سكوير. هتقوم قايل روت الفيرست روت اللاست ساين الميدل باور 2 minus 4xy all of the power 2، فيظهر معاك الديفرنس between two square. يبقى عندك براكت كده وعندك براكت كده. هنا 8x باور 2 بلس y باور 2 minus 4xy، وهنا 8x باور 2 بلس y باور 2 بلس 4xy. دي كده التقسيمة الصح. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعده 4x باور 4 بلس 11x باور 2 بلس 9. ماشي، هل ده بيرفكت سكوير؟ تعال نفكر، نمسح بس ده كده عشان نوسع مكان. عشان يبقى بيرفكت سكوير لما اعمل 2 ملتبلاي الفيرست ترم 4x باور 4 ملتبلاي اللاست ترم يطلع لي الترم اللي في النص. ده يجيب لك 2 ملتبلاي 2x باور 2 ملتبلاي 3، يعني كام؟ 2 باي 2 4 4 باي 3 12 12x باور 2. عندك هنا 11x باور 2، يبقى انت عايز ده يبقى 12x باور 2. طب انت لو قلت ان الشكل ده عباره عن 4x باور 4 بلس 12x باور 2 بلس 9 ماينس x باور 2، مش ده كده بقى بيرفكت سكوير وانت ما غيرتش حاجه في السؤال؟ لان 12x باور 2 ماينس x باور 2 يبقى 11x باور 2. ده كده بقى بيرفكت سكوير. روت الفيرست روت اللاست ساين الميدل باور 2 ماينس x باور 2 بقى ديفرنس بين تو سكوير اهو ظهر عندك. هنا 2x باور 2 بلس 3 ماينس x، هنا 2x باور 2 بلس 3 بلس x. خش على اللي بعده. هل ده بيرفكت سكوير؟ هتقول لي 2 ملتبلاي روت الفيرست اللي هو 4a باور 2 ملتبلاي روت اللاست اللي هو 3b باور 2، 2 باي 3 6 6 باي 4 24 a باور 2 b باور 2. عشان يبقى ده بيرفكت سكوير لازم يبقى هنا في 24. خلاص انا هخليها كده 16 a باور 4 بلس 24 a باور 2 b باور 2 بلس 9 b باور 4. الكلام ده ماينس 4 a باور 2 b باور 2، ده ماينس ده هو اللي في النص. فيظهر عندك بيرفكت سكوير روت الفيرست روت اللاست ساين الميدل باور 2، الكلام ده ماينس
2ab باور 2. يلا براكت هنا وبراكت هنا، ده يبقى 4a باور 2 بلس 3b باور 2 ماينس 2ab، وده يبقى 4a باور 2 بلس 3b باور 2 بلس 2ab. خش على اللي بعده، اعمل لي فاكتورايزيشن. طبعا باينه ان ده الترم اللي في النص لان ده ام ان، تمام، وباور 2 مش عارف ايه، وده ان باور 4 وكده، فده باين ان هو النص، الترم اللي في النص او الميدل ترم. يعني شكل عامل كده 3m باور 4 ماينس 54m باور 2 n باور 2 بلس 3n باور 4. اعرف اخد ال 3 كومن فاكتور من الترمات كلها، فيبقى عندي هنا m باور 4 54 ديفايدد 3 يطلع معاك 27. لا 54 ديفايدد 3 يطلع معاك 18. 27 ايه يطلع معاك 18، يبقى نيجاتيف 18 m باور 2 n باور 2 بلس n باور 4. ماشي. هل ده بيرفكت سكوير؟ لا، انت عايز يبقى هنا في كام؟ 2 ملتبلاي الفيرست روت الفيرست ترم يعني m باور 2 ملتبلاي الروت بتاع اللاست ترم يعني n باور 2، يعني يبقى جوه عندك 2 m باور 2 n باور 2 عشان تقدر تقول بيرفكت سكوير. انت عندك جوه 18. طيب انا لو قلت كده، لو عملتها كده 3 m باور 4 ماينس 2 m باور 2 n باور 2 بلس n باور 4 ماينس 16 m باور 2 n باور 2. انا حليت المشكله ليه؟ 2 بلس 16 18، نيجاتيف 2 نيجاتيف 16 نيجاتيف 18. هتقول لي طب انت اشمعنى عملتها كده؟ يعني ليه مثلا ما خليتش ده بلس 2 تمام وحطيت هنا 20؟ ما نيجاتيف 20 بلس 2 يديك نيجاتيف 18، هي اشمعنى قررت انك تحط هنا نيجاتيف 2 وتحط هنا نيجاتيف 16؟ هقول لك عشان انا قايل لك ان المسائل دي بيرفكت سكوير، بعد كده ديفرنس بين تو سكوير. لو حطيت هنا 20 مش هتعرف تعملها ديفرنس تو سكوير، بس لو حطيت 16 هتعرف تعملها ديفرنس بين تو سكوير. ده كده لوحده بيرفكت سكوير، ال3 بره ماليش دعوه بيها. حل ده كبيرفكت سكوير، روت الفيرست روت اللاست، طبعا ده ام باور 4، روت الفيرست روت اللاست ساين الميدل باور 2، الكلام ده ماينس. هنا بقى بص كده 4 ام ان اول اوف ذا باور 2 بقى ديفرنس بين تو سكوير. طب لو ده 20، هو انت تعرف تجيب روت لل 20 او كام باور 2 يديك 20؟ مفيش. فهنا يبقى ده ديفرنس بين تو سكوير يتعمل كده 3، افتح براكت كبير 3 ملتبلاي كل الكلام ده، وهنا براكت كده وبراكت كده، ده يبقى ام باور 2 ماينس ان باور 2 ماينس 4 ام ان، ماشي، وده يبقى ام باور 2 ماينس ان باور 2 بلس 4 ام ان. تعالى نخش على اللي بعده. هات لي سولوشن سيت كام باي كام يديك 15، ولو عملت لهم بلس يديك 12. مفيش، يبقى ده هتضطر انك تخليه بيرفكت سكوير. طيب هل المشكله عندي في الميدل ترم؟ يعني ده المشكله ولا ده المشكله؟ طبعا ده المشكله، لان ما تعرفش تجيب لي ده حاجه باور 2. يعني ال 15 سكوير روت 15 كام؟ ما تعرفش، فانت محتاج تخلص من ده اللي في النص. تمام، يعني لما تقول 2 ملتبلاي سكوير روت الفيرست اللي هو اكس ملتبلاي سكوير روت اللاست، الكلام ده يطلع لك 12 اكس، ده ديفايدد ده يعني 6 اكس، يعني سكوير روت اللي في النص يطلع لك كام؟ 6. يعني هنا المفروض يبقى 36 بدل 15، يبقى عندي 36 بدل 15 يبقى عندي 36. طيب هي 36 ماينس 15 بكام؟ 21. يعني تقول 36 ماينس 21، لان 36 ماينس 21 يجيب لك ال 15 اللي كانت موجوده. طيب فالسؤال يبقى عامل كده، يبقى اكس باور 2 بلس 12 اكس بلس 36 ده كده بيرفكت سكوير ماينس 21 ايكوال 0. حل ده بيرفكت سكوير يبقى عامل كده
روت الفيرست روت اللاست ساين الميدل باور 2 الكلام ده ايكوال 21. ودي 29 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف. اخلص من باور 2 فيبقى اكس بلس 6. اتفقت معاك ان اللي هيفرق اللي هيحل السؤال ده صح من اللي هيحله غلط هو اللي مين هينسى البوزيتيف او نيجاتيف ومين اللي مش هينساها. فيبقى يا اما الاكس بلس 6 ايكوال في مره روت 21 يا اما الاكس بلس 6 ايكوال نيجاتيف روت 21. لو ايكوال 21 يعني الاكس ايكوال روت 21 ماينس 6 وهنا يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف روت 21 ماينس 6. تبقى السولوشن سيت هتحط ده هنا وهتحط ده هنا وشكرا. خش على اللي بعده. عملناها كده x باور 3 بلس x باور 2 ماينس 4x ماينس 4 ايكوال 0. وديت الفور الناحيه الثانيه بالماينس وقررت ان انا اخد من هنا دول x كومن فاكتور. هيبقى مين؟ هاخد x باور 2 كمان هيبقى هنا x بلس 1. طب وهنا يبقى نيجاتيف. خد النيجاتيف 4 ككومن فاكتور يبقى عندك هنا x بلس 1 يبقى نيجاتيف 4x ماينس 1 الكلام ده ايكوال 0 ماينس 4 قصدي. طيب ما تاخد الاكس بلس 1 كومن فاكتور يتبقى هنا x باور 2 ماينس 4 الكلام ده ايكوال 0. ده كده x بلس 1 ماشي. x باور 2 ماينس 4 يعني x ماينس 2 x بلس 2 ديفرنس دي سكوير. كل الكلام ده بزيرو. يعني ايه؟ يعني يا اما x بلس 1 هي اللي ايكوال 0 يا اما x ماينس 2 هي اللي ايكوال 0 يا اما x بلس 2 هي اللي ايكوال 0. هنا الاكس ايكوال نيجاتيف 1 هنا الاكس ايكوال 2 هنا الاكس ايكوال نيجاتيف 2. فتبقى السولوشن سيت بتاعتك عباره عن نيجاتيف 1 2 نيجاتيف 2 وشكرا. سؤال حلو قوي 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 لان احنا خلاص بقى لنا فتره بيرفكت سكوير بيرفكت سكوير ففكرت البيرفكت سكوير ما عرفتش خدت الاكس كومن فاكتور ما استفدتش حاجه. قررت اجيب النيجاتيف 4 هنا وقلت اخد كومن فاكتور واجرب جربت لقيتها مشيت. فزي ما قلت لك قبل كده احنا بنحل بالتجربه يعني بنحاول نعمل فاكتورايز على قد ما نقدر. احنا كده الحمد لله خلصنا الهوم ورك بتاع ليسون 5 يونت 2 ومعاه الحمد لله نكون خلصنا الالجبرا كامله الحمد لله. ونبدا الاسبوع الجاي ان شاء الله في اول درس جيومتري.